هو انا لو قلت لك ان في افكار ابلكيشنز محدش لسه قرب منها، هتصدقني؟ فاكر زمان الطوابير اللي كنت بتوقفها لشركه الكهرباء والميه عشان تدفع الفواتير كانت بتخلص على يومك وانت لسه ما دفعتش؟ دلوقتي بقى تقدر تشتري وتحول وتستثمر وتطلب اكل وتغسل عربيتك كمان، كل ده بقى وانت قاعد في بيتكو على الكنبه. تطبيقات الاكل زي هانجر ستيشن وطلبات بقت بتجيب لك الاكل لحد باب بيتك. تطبيقات الدفع زي فوري خلتك دلوقتي تدفع فواتيرك وانت حاطط رجل على رجل. وعندك حاجات تانية زي ابل باي وباي بال اللي خلتك تنسى الكاش. وتطبيقات زي اشتري دلوقتي وادفع بعدين زي تابي وتمارا اللي في السعوديه خلت الشراء بقى اسهل من اي وقت. تشتري دلوقتي وابقى سدد براحتك بقى على اقساط بدون فوائد. والاجمد تطبيقات الاستثمار زي ثاندر مثلا خلت البورصه وصناديق الاستثمار في جيبك. ده حتى الحلاقه بقى لها تطبيقات. نعيما، لا ده هو اسم التطبيق كده، نعيما. باختصار كل التطبيقات النهارده بقت مربوطه بالتكنولوجي، وده بقى اللي بنسميه فينتك. الفينتك اختصار لفاينانشال تكنولوجي، والنهارده 3 من كل 4 اشخاص بيستخدموا الفينتك يوميا. قول لي بقى ايه الابلكيشن اللي نفسك يكون موجود ولسه ما اتعملش؟